يا جماعه الاسانسير بيقع بينا. انا بخاف. هلو، عاملين ايه؟ النهارده بقى يوم الخميس، وطبعا عارفين ان يوم الخميس هو اليوم اللي بعرف ان انا هاخد فيه داي الفري بتاعي ولا لا. فتعالوا بقى نروح الدكتور مع بعض ونشوف مين هيجي معانا ونشوف هنعمل ايه بعد كده. وهنا بقى كانت اسراء شرفت ونورت، وللاسف احنا من اول اليوم كان بيحصل حاجات عكسنا خالص. وهنا بقى نزلت تجيب لبان، وانا قلت لها هاتيلي اللبانه معاكي، بس نسيت ان انا مش باكل لبان عشان بجد كل لما بننزل حظنا دايما لما بننزل مع بعض، والله العظيم مش قادره اوصف لكم المنظر قدامنا عامل ازاي. الدنيا زحمه جدا، يعني حظنا فقري. بصوا النهارده اليوم اصلا يعني بجد عمالين نجري حوالين نفسنا. المفروض تحاليل تطلع زي ما قلت لكم، التحاليل كل شويه. لسه امبارح مصوره لكم وانا بعمل التحاليل ان الدكتوره اتاخرت، والنهارده التحاليل قايله لها على الميعاد وبرده النتيجه ما طلعتش. المفروض ان انا اروح عند الدكتور ومعايا التحاليل، ورايحه للدكتور مش معايا التحاليل. فاحنا رايحين للدكتور بقى نقول له ايه، احنا جايين لك من غير التحاليل والدنيا زحمه والجو حر. طب احنا رايحين للدكتور ليه؟ هم عارفين رايحين للدكتور ليه؟ لا هي يعني ما جاتش معانا الاسبوع اللي فات الدكتور. النهارده اليوم عشان اشوف هاخد الفري بتاعي ولا لا، اشوف خسيت ولا لا. ممكن ما يديكيش فري؟ ممكن، بس الاسبوع اللي فات اداني ورحنا خرجنا وانت ما كنتيش معانا. خرجت هي ونيلي من غيري بس بقى، فهم المره اللي فاتت خرجوا من غيري. فهي النهارده بقى رايحه عشان نشوف بقى هتاخد الفري ولا لا. هو في كلتا الحالات انا هاخد فري. يعني انا في كلتا الحالات انا هاخد فري، انا محرومه بقالي اسبوع. اهم حاجه الحاجات المسكره، لكن انا بالنسبه لي اي الاكل او الحاجات دي عادي، لكن الحاجه المسكره هي بالنسبه لي اهم حاجه. فهي يعني في الحالتين هتاخد فري، سواء اداها او ما اداهاش هي هتاخد. مش تعرفوا ان انا ملتزمه؟ احنا ان شاء الله يركنا. وبقى كمان بقى المشكله الاكبر، المكان الدكتور ما فيهوش ركنه، فاحنا اساسا متاخرين. الميعاد عند الدكتور 7 الا ربع، ودلوقتي الساعه كام؟ دلوقتي الساعه 7 ولسه عشان ندور على ركنه وقت كمان. اصلا احنا عندنا هنا حوار الركنه ده صعب قوي، بالذات كمان مكان الدكتور الدنيا بتبقى صعبه قوي. بس فهنشوف بقى. الناس يا جماعه مستغربه ان احنا عاملين ايه، هو احنا بنعمل ايه؟ كل ايه؟ عمال يبص علينا. فهنشوف بقى ركنه دلوقتي. جاري البحث عن ركنه، وكالعاده يا ساده مفيش اي ركنه. جو حلو قوي دلوقتي يعني. سبحان الله، دلوقتي الساعه 7 كانت بتبقى الدنيا مظلمه، دلوقتي النهار طالع والشمس طالعه كمان. احنا اصلا اتاخرنا على الدكتور بسبب الشمس، اللي هو انا قاعده يعني بيتهيألي يعني اللي هو خلاص لسه بدري، لسه لسه ببص فجأة لقيت الساعه 6 ل 10. يا نهار اسود، لسه ما لبستش، لسه هقول لاسراء تلبس. انا اصلا ببص لقيت الشمس، فقلت اكيد يعني لسه بدري قوي على الدكتور الساعه 7. بجد محدش يعمل في خط فاتوره ابدا، بجد خط الفاتوره ده زي الزفت يعني. فجاه كده لما بيقف كمان ما تعرفيش تشحنيه، فحاجه رخمه جدا بصراحه. ما كانتش عارفه تتصل بيا، فانا كنت واخده راحتي في اللبس عشان استغلت بقى التاخير عشان تعرفوا ان انا مش ظلمها. لقينا ركنه وطالعين عند الدكتور. يلا بينا نطلع بقى عند الدكتور، ولما ننزل هنقول لكم بقى اسراء عملت في طريقنا. باي. هاي يا جماعه الاسانسير بيقع بينا. انا بخاف. كالعاده حظنا الزباله طبعا. حظنا الوحش ان احنا طلعنا فوق، وانا طلعنا فوق لان الدنيا زحمه جدا جدا جدا. بعد ما كنت متاخره، بس الدكتور اصلا اتاخر على ميعاده. عمرنا ما رحنا للدكتور اصلا، دخلنا يعني على طول لازم نقعد نستنى او ننزل. حظ، لازم حظ. حتى لو احنا الدور الاول لازم يحصل حاجه للدكتور مثلا اللي احنا رايحين. فدلوقتي بقى نروح نتمشى شويه لغايه لما يعدي ساعه بقى عشان نروح للدكتور تاني. وهنا بقى انا واسراء رحنا LC عشان هو جنب الدكتور على طول، فقلنا نضيع وقت ونطلع نتمشى فيه شويه. بس اكتشفنا بقى ان مفيش حد هناك خالص يا جماعه، بجد المكان فاضي مفيهوش حد خالص. وهنا اسراء بقى عماله تظبط الزاويه بتاعه الكاميرا، تجيب التليفون يمين وشمال، مش عارفه كانت هتحطه فين تاني. بس قعدنا نتفرج بقى، كان فيه بجد حاجات حلوه قوي 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 قوي. بس انا كان الهدف الاساسي ان انا ابص على حاجه للولي. وهنا اسراء مش عارفه كانت بتعمل شايفين شكلي بقى؟ ايه رايكم وانا رايحه البحر بقى؟ ناقص المايو بس يا جماعه. ايه رايكم في الشكل الجامد ده؟
وهنا بقى رحنا للدكتور، وكان في حالة واحدة بس جوه واحنا اللي ندخل بعديها على طول. ففضلت انا واسراء بقى نحاول نتصور، والناس كانت عماله تتفرج علينا مش عارفين احنا بنعمل ايه، فعملنا نفسنا ان احنا بنكلم حد فيديو عشان محدش يتريق علينا. وخسيت كيلو واحد بس، انتوا متخيلين يعني حرمان قد ايه، وخست كل يعني حاجه بسيطه. انا قلت بصراحه هتبقى والله بجد على اللي هي عاملاه، انا قلت هخس 3 كيلو، يعني هو 3 كيلو حلو قوي، وانا قلت اكتر والله. بس انا اصلا يعني حتى هو الدكتور قال لي ان انا الحرق عندي ضعيف جدا، معرفش ايه السبب، مع اني بعمل على فكره تمرينات. يعني انا كل يوم ليا نص ساعه بعمل فيها تمرينات يعني بعمل تمرينات بتاعه المقاومه والكارديو، بعمل كل حاجه. فمش عارفه بقى الحرق عندي ضعيف ليه بجد، مش عارفه. هو كده في حاجه بقى في الحرق. والتحاليل طبعا ما عرفتش اخدها، فممكن يبقى في حاجه في الغده مثلا مأخره الحرق. بس التحاليل طلعت واخدت، يعني اتاخرنا كمان عند الدكتور وكل ده، والتحاليل لسه ما جبتهاش. فالتحاليل بقى لما تيجي هحاول ان انا اتصل تاني بالعياده واخليهم يوروا يعني. بس اصلا هي ماشيه بجد على النظام قوي، ومش بتاكل وبتعمل كل حاجه الدكتور قال لها. متضايقه جدا. انا محبطه، مش متضايقه، محبطه بجد. وانا والله عماله اقول لها ان ده مش تاثير منها ولا حاجه. بس هي شايفين القمر؟ شايفين القمر؟ ايه ده مش القمر. انا ايوه قصدك انا مش رايحه فين. حاسه بتشوفي القمر. لا بجد يا جماعه محبطه بجد، محبطه. جبنا اكتر حاجه بنحبها. خلاص بقى طالما بوظنا الدايت او الدايت باظ، احنا ما بنبصش على الكاميرا. طالما بوظنا الدايت او الدايت باظ، ناكل بقى براحتنا بقى. وانا على فكره انا بعمل دايت كمان، بس يعني انا مش بعمل دايت قاسي، بس عايزه اقلل السكريات والحاجات دي علشان عشان انا برضو وقهوه كمان بالبندق. بس فبصراحه كل شويه اقول ان انا مش هاكل سكريات. قهوه البندق بس طعمها لبن شويه. احنا جايين نجرب المكان ده، هو على الكورنيش، بس بجد احلى قهوه بالبندق بشربها عندنا في الكافيه طبعا، وبن السلطان. بجد خطيره 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 خطيره. ايه رايكم بقى؟ بس بقى انا بقى عماله اقول لها فرفشي وكده فرفشي ونعناشي. واهم حاجه بجد كنت لسه بشجعكم على الدايت، ويا جماعه نشجع بعض ونكمل والدايت بس انا ما كنتش عايزه اتحط في يعني في موقف اللي هو احس ان انا اسبوع ضاع مني هدر، لان انا عارفه نفسي لما بحس ان انا بعمل حاجه وما بلاقيش نتيجه، اللي هو بكبر دماغي بقى وخلاص بقى، اللي هو انت ما يعني اللي هو ايه، اكلت ما اكلتش بقى بتخن، يبقى خلاص ملهاش لازمه. فاهميني ازاي؟ لا انا مش بحب كده بقى، يعني مش بحب كده، مش بحب عشان هي مثلا دلوقتي ما خستش او ما خست قليل، فالانسان يقعد بحس ان يعني مش بعد اللي بعمله ده كله يروح بقى كده. انا بيأس بسرعه جدا من اي حاجه، بيأس بسرعه جدا. احنا اي حاجه بنعملها في حياتنا، اي حاجه اول ما مثلا عدى مثلا عملنا مثلا ايه عملناه، عملنا كل حاجه بنعملها مع بعض ومثلا وبتفشل او مثلا يعني مش بتعمل، يعني مش بتحصل زي ما احنا عايزين بالظبط، بنيأس. وإسراء اكتر، إسراء بقى بتيأس وما بتبقاش عايزه تكمل. انا بحب ان انا اكمل لحد ما افشل خالص، لغايه لما تشوف الفشل الذريع. انا باخد الموضوع ايه من اوله عشان لما يحصل حاجه ما ندمش زي ما انا ندمانه دلوقتي. على فكره الناس هتفتكر ان احنا بناكل في واحده، بس احنا جايبين 2 على فكره. اوريها لكم، اوريهم بإسراء. بالظبط كده. على فكره احنا قاعدين في مكان ما فيهوش شبكه، ما فيهوش نت، ما فيهوش اي حاجه، بس حلو والله. حلوه. انا مش عاجباني عشان فيها تحسيها طعم اللبن شويه، انا ما بحبش اللبن خالص. كمان بقى المشكله في الدايت ان انا ولا لبن ولا بحب اللبن ولا بحب البيض. سوري عن الصوت اللي عامل شكله في الشارع. ولا بحب اللبن ولا بحب البيض ولا بحب الجبن ولا بحب اي حاجه خالص.
بس اصلا الورقه اللي هو كاتبها لها فيها كل حاجه هي ما بتحبهاش، يعني كل الحاجات اللي هو كاتبها لها هي ما بتحبهاش. كاتب لها فول وبيض وجبنه قريش ولبن. هو ده الدايت اصلا، بس انا ما بتاكلش ولا ما حاجه باكلش من دي. الحاجه دي، فانا بالنسبه لي الدايت بيبقى ممل قوي، لان انا بفضل اعيد وازيد في الاكل اللي انا باكله كل شويه. بس والله ملتزمه جدا كمان، بس معرفش بقى في ايه، مش عارفه في ايه. بس فايه استنونا بقيت الفيديو. وهنا بقى كنت قررت انا واسراء نلعب معاكم لعبة حلوة قوي قوي قوي، فاستنوها معانا في الفيديو الجاي. باي باي.